سمعت قبل كده عن استراتيجية التخريب؟ تعرف إيه الخطة اللي ممكن تدمر بيها المجتمع؟ تعالى أقول. صباح الخير عليكم. البداية لو مش متابعني تابعني، اعمل لايك وشير الفيديو علشان الكل يستفاد. نتصدى لهذه الظاهرة اللي موجودة في مجتمعنا. أولا وقبل ما أبدأ سلسلة ما وراء الطبيعة، قلت عشان نفهم اللي بيحصل حوالينا إن المؤامرات وأصحاب النظريات الخزعبلية بيجيبوا كل ده منين؟ بدأت وقلت لازم نرتب الأحداث أولا. عملنا فيديو عن من يحكم العالم، قلنا إن الماسونية دي واجهة لرموها للناس عشان تبعدهم عن الحقيقة، وعرفنا إن اللي بيحكم العالم هو المتحكم بالمال العالمي وليست الماسونية اللي بيقولوا عليها جماعة سرية. وأصغر طفل لو سألته يقول لك إن اللي بيحكم العالم الماسونيين. ما تفهمش إزاي سرية وكل الناس يعرفوها. ممكن ترجع للفيديو عشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. إيه بقى علاقة دوت باللي جاي؟ ده بقى المنبع لكل الخرافات اللي الناس بترددها. بمعنى عملت برضو قبل كده فيديو حاجة اسمها السيدو ساينس. السيدو ساينس دوت هو العلم الذاتي. كل صاحب نظرية مؤامرة بيستخدم السيدو ساينس دوت، يعني بيستخدم علم زائف. يقول لك اصل في الفيزياء بيقولوا المنظور من ناحيه المحور علشان يوصل لك ان الارض مسطحه. خرافات طبعا. يقول لك اصل لو جبنا الميه وعملنا دوامه معينه يبقى الجاذبيه مش عارف ايه. طبعا نستخدم علم، هو شايف ان هو صح، هو اساسا ملهوش اساس بالحقيقه، بس هو عايز يثبت نظريته او يثبت المؤامره علينا من خلاله. كل واحد نظريه مؤامره ليه هو المستكشف الوحيد ليها، وتلاقيه متمسك بيها وتلاقيه بيدافع عنها، مع ان كل الموضوع خرافي. انا استشهدت لك بتوع الارض المسطحه اللي عملت عنهم فيديو برضو، واللي كانوا بيستخدموا ايات قرانيه وبيفسروها بمزاجهم، وجبت لهم الادله على تفسيراتهم الغلط اللي بيستخدموها عشان يثبتوا سطحيه الارض. ناس زي بتكذب لك ناسا، وكان في فيديو انتشر وقال لك ان ناسا سربت صور للجنه، وقال لك ادي بص ناسا بتكذب وصور الجنه ازاي ودي مش عارف ايه. والفيديو اصلا طلع ان هي واحده كانت واخده صور من ناسا وهي مصورة شوية نجوم وشوية أجرام سماوية، وقالت لك ده صور الجنة وديت من ناسا، وانتشرت الصور بسرعة، واللي نشرها على طول المسطحين عشان يثبتوا إن ناسا دي كدابة. وأثبتنا لهم البنت اللي نزلت الصور ديت كانت بتعمل كل دوت عشان تعمل ترند. الموضوع ضرب معاها، وناسا ما نزلتش صور وقالت عليها دي صور الجنة. حاجة تانية، الفيديو الشهير اللي بيستشهدوا بيه المخرج ستانلي كوبريك، اللي بيقولوا ان هو طلع وقال ان هو اللي عمل فيديو الصعود للقمر. لسه انا هعمل فيديو عن ستانلي كوبريك، وكان الفيديو اصلا كله مزيف، لكن هو المخرج ستانلي كوبريك، ولا ستانلي كوبريك طلع وقال لك انا زيفت اصلا فيلم الصعود للفضاء. كل الفيديوهات اللي بيجيبوها لستانلي كوبريك كلها مزيفه وكلها مش ليه اصلا. لسه هنفتح الموضوع ده في فيديو تاني. دلوقتي نرجع لموضوعنا، موضوع التخريب. الفيديو ده هيترتب عليه بعد كده كل اللي جاي. في عالم مظلم ومليء بالخطر تأتي استراتيجية التخريب بلا رحمة، تتسلل إلى أعماق المجتمعات كالسهام القاتلة، تهد كل مبادئ النظام والأمان، تستهدف القلوب والعقول، ترتدي قناع الكذب والخداع. التخريب ليس مجرد تجسس أو عمليات عسكرية، لكنه أخطر من كل ده من غير طلقة واحدة، وتدمير شيطاني يستهدف المبادئ والقيم الأساسية للمجتمع. تخيل المجتمع معرفش يتصدى لكل الهجمات دي. والفيديو ده واللي بنلخصه دلوقتي تعرف المجتمع اللي مش هيسلم من الهجمات دي يحصل فيه إيه. Terms. We think that subverter is a person who is going to blow up our beautiful bridges. No. Subverter is a student who comes for exchange, a diplomat, an actor, an artist, a journalist like myself was 10 years ago. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy, until such time that the perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy, and that your system, your civilization, and your ambitions look to your enemy as an alternative. That's the ultimate purpose, the final stage of subversion, after which you can simply take your enemy without a single shot being fired, if the subversion is successful. This is basically what subversion is. The first stage of subversion is the process which is called basically demoralization. It says for itself what it is. It takes from say 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time
sufficient to educate one generation of students or children. One generation, one lifetime span of a person, a human being, which is dedicated to study, to shaping up the outlook, ideology, personality. These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, which bring people's attention, faith, whether it is naive, primitive, doesn't really matter. As long as the basically accepted religious dogma is being slowly eroded and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being, that serves the purpose. Therefore, replace it, accepted, respected religious organizations with fake organizations. Distract people's attention from the real faith and attract them to various different faiths. Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Instead of mathematics, physics, foreign languages, chemistry, teach them history of urban warfare, natural food, home economy, your sexuality. The bodies of people, groups of people whom nobody elected, never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. One of such group is media. Who elected them? How come they have so much power? Almost monopolistic power on your mind. They can rape your mind. The most difficult and at the same time the simplest answer to the subversion is to start it here and even before. By bringing back the society to religion. Something that you cannot touch and eat and put on yourself, but something that rules society and makes it move and preserve. انت شفته ده لو ما قدرتش تتصدى ليه والمجتمع ما قدرش يتصدى ليه، يبقى في تحطيم للمعنويات، تقويض الاستقرار، خلق ازمات، خلق قرار ذاتي. كل ده مكونات الخطه المرعبه للتخريب. كل ده هيحصل لو ما تصدناش للخطه المرعبه للتخريب والوقايه من الخطه الشيطانيه دي عن طريق المقاومة، تعزيز القيم والأخلاق الدينية. كده نقدر نتصدى ليه. واحد مفعوص يطلع ويقول لك دي اسمها عاهات وتقاليد. لا، ده انت واللي زيك هم العاهات. وإن كنتم تعتقدون أنكم عاجزون عن التصدي لهذه الأفكار فأنتم مخطئون. فقد حان الوقت للتصدي والمواجهة. ننضم جميعا إلى صفوف الحماة، مسلحين بالعادات والتقاليد، متمسكين بالدين، ونثور ضد الرعب بكل قوتنا. فلا تخاف، الظلام لا يستطيع الوقوف أمام نور الحق والعدالة. انضموا إلى المقاومة وفكوا القيود. نقاوم معا وسننتصر. لا مجال للرجوع. إنها حرب الحق أمام الظلم. معا محاربة الدجل والشعوذة، التعري والرقص لجلب الأموال. معا ضد الخزعبلات. نسمع صدى النصر ونعلي عاداتنا وتقاليدنا حاليا في الوقت. شوفوا الفيديو اللي جاي.